إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، البركة هي كثرة حصول الخير والنماء، وهي جند من جنود الله تعالى يرسله لمن شاء من عباده، فهو سبحانه يرسل البركة لأنبيائه ورسله ولمن شاء من عباده الصالحين. ولأهمية حصول البركة في حياة المسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها لأمته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولما تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فقال له: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. ويستحب أن يدعى بالبركة للمتزوج، فيقال لهما: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. والبركة فضل وكرم من الله وحده لا شريك له، وهناك أسباب تستجلب بها البركة، وهي أسباب مشروعة، ومن ذلك المحافظة على الأذكار في أول النهار وفي آخره، وكذلك المحافظة على أذكار النوم. ومن أذكار النوم أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34. فقد جاءت فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ولزوجها علي رضي الله عنهما: إذا أخذتما مضجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33، فإنها خير لكما من خادم. وكان علي رضي الله عنه يقول: ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليلة واحدة. ومن عود نفسه على التسبيح عند نومه أعطاه الله عز وجل نشاطا وقوة في عمره وبركة في حياته. ومن أسباب حصول البركة في حياتنا الإيمان والتقوى. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما المعاصي والذنوب فإنها تمحق البركة، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولذلك فمن أراد البركة في حياته فليبتعد عن الذنوب والمعاصي وليكثر من الطاعات والصالحات. عباد الله، ومن أسباب البركة أن يأكل المسلم مما يليه من الطعام وأن لا يأكل من وسطه. قال صلى الله عليه وسلم:
إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. ومن أسباب البركة كثرة تلاوة القرآن الكريم، فهو كتاب مبارك، ومن قرأه وحفظه وتدبره وجد البركة في حياته. قال أحد السلف: قرأنا القرآن واشتغلنا به فجاءتنا البركة من كل مكان. ومن أسباب البركة أن يبحث المسلم عن المال الحلال، فإن المال الحلال طيب مبارك، أما الحرام فهو عذاب وحساب، وفيه محق للبركة والأرزاق. ومن أسباب البركة كذلك الاجتماع على الطعام، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وهكذا. والاجتماع على الطعام من أسباب حصول البركة فيه، وكذلك التسمية عند أوله، وكذلك أن يحمد الله عز وجل عند الانتهاء من طعامه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على لعق الأصابع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. عباد الله، ومن أسباب حصول البركة السماحة في البيع والشراء. وبعض الناس قد يفقد البركة في بيعه وشرائه لأنه لا يتسامح في بيعه ولا في شرائه ولا عند التقاضي. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمتسامح عند بيعه وشرائه وتقاضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني يكون هين لين، يرضى بالقليل إذا باع ويوافق عند الشراء، وإذا تقاضى مع خصمه فإنه يتنازل له ولا يتشدد عليه. ومن تسامح في بيعه وشرائه وعند تقاضيه فقد حصل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فعلى المسلم أن يلين ويتساهل عند البيع وعند الشراء وعند التقاضي، فهو يحصل على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أسباب البركة الصدق وعدم كتمان عيوب السلعة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فعلى المسلم إذا أراد أن يبيع أن يصدق مع المشتري، وأن يبين عيوب السلعة، وأن ينصحه ولا يكتم العيوب، وأن يكون صادقا في كلامه، وأن لا يكثر الحلف عند البيع والشراء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، ومن أسباب حصول البركة في حياتنا
الصدق والأمانة عند الشركاء. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما. فعلى المسلم إذا كان له شريك أن يكون صادقا معه، ناصحا له، أمينا معه، حتى يجد البركة في بيعه وشرائه. ومن أسباب حصول البركة الاستخارة، وهو أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يسلم ثم يرفع يديه ويدعو بدعاء الاستخارة. والاستخارة فيها خير وبركة، لأن المسلم يظهر فقره وحاجته لربه تبارك وتعالى. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فإذا أردت أن تسافر أو أردت أن تبدأ في تجارة أو في زواج أو في شراكة أو في دراسة أو في غير ذلك، فاركع لله عز وجل ركعتين وأظهر حاجتك وفقرك لرب العالمين، ثم سلم وارفع يديك وادعو بدعاء الاستخارة، فإنك لن تخيب بإذن الله عز وجل. ومن أسباب البركة أن يسلم المسلم إذا دخل بيته، أن يسلم على أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: إذا دخلت على أهل بيتك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. بعضهم لا يسلم، وربما يغضب ويلعن ويسب، وربما يدعو على أولاده وأهله، ومع ذلك يبحث عن الحياة السعيدة والبركة في حياته فلا يجدها، لأنه دعا على أهله وزوجته وأولاده وبناته فلا يجد خيرا في ذلك. فعلى المسلم إذا دخل بيته أن يسلم وأن يرفع صوته بذلك. ومن أسباب البركة كثرة تلاوة القرآن، وخاصة سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. فعلى المسلم أن يختم سورة البقرة حسب استطاعته في يوم أو يومين أو ثلاثة، وسيجد البركة في حياته وفي أهله وفي عمره وفي وقته. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونائبه لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا البركة في حياتنا وفي أولادنا وفي أهلينا وفي أوقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.